ب11 نقطة مقابل 8 نقاط بفضل ثلاثيتين للاعب نديو. هذه كرة مقطوعة الآن يسلمها إلى من؟ إلى بارفات. يا سلام يا سلام، إبداع وإمتاع وإقناع من اللاعب بارفات بيتي. بارفات بيتي أو كما يترجم اسمه باللغة الفرنسية اللدغة المثالية. إذا لدغة مثالية من اللاعب بارفات بيتي في هذه اللقطة. نشوف المحاولة وإسلام دانك ولا أروع يمتع به هذا اللاعب. بارفات بيتي يحاول التقدم، يموه، ممتاز التمويه ولا أروع التمويه. شوف المرور، شوف التمويه والدخول كان سلس ورائع جدا من قبل بارفات بيتي. بارفات بيتي يحاول الدخول، يحاول التمويه، يموه، يستقبل. يا سلام يا سلام، ما فيش كلام. جعل من لوحة الهدف لاعبا آخر. 40 الفارق 5 نقاط. هذه محاولة الآن من نديو، ولكن ضاعت المحاولة على نديو. بارفات بيتي يحاول المرور، يمر ويسجل، يمر ويسجل. بارفات يسجل والجماهير تصفق لإبداعات هذا اللاعب ولما قدمه من جهد في مباراة اليوم. إذا شكرا إلى من؟ والمحاولة وبلوك شوت ولا أروع عن طريق اللاعب جوزيف. نقل الكرة، كويدير يمر ويسجل، يمر ويسجل اللاعب محمد كويدير. الأهلي يتقدم. يا لإثارة المباراة 63-62 يون، ولكن ترجع من جديد والمتابعة الدفاعية. دور دفاعي مميز يقوم به اللاعب جوزيف في آخر الأنفاس. وهذه محاولة وينجح في التسجيل. سلتين متتاليتين عن طريق كويدير يمنح بهما التقدم للكتيبة الأهلوية. إذا أصحاب الغلالات الحمراء يتقدمون على مستوى النتيجة في هذه الأثناء ب65 مقابل 63. ما زال في المباراة بقية، ما زال الوقت. دقيقة الأخيرة يعني 150 ثانية ستكون من نار. أمامنا محاولة كان قد قام بها اللاعب عبد الحليم كعوان. شوف التمرير ونقل الكرة باتجاه لاعب محمد كويدير. محمد كويدير لم يتوانى في أن يسجل سلة جديدة. في هذه الآونة نصل إلى مسك الختام لهذه المباراة التي جمعت بين الفريقين العريقين الهلال والأهلي بنغازي، والتي انتهت بتفوق فريق الأهلي ب75 مقابل 67 ليرفع الأهلي بنغازي رصيده من النقاط إلى 15 نقطة ليبقى على قدم المساواة. سيستم يصوب رمي ثلاثية. ضاعت المحاولة، يختفى محمد كويدير، تنقل كويدير، مراوغة. يا سلام، المحاولة الآن والتصويب والتسجيل. لا يمكن هذا اللاعب طريقتين. الفارق 8 نقاط والعمر المتبقي على النهاية 4 دقائق و44 ثانية. في هذا الموسم مثل ستانلي وسيستم إيجي بالنسبة للهلال، ويسجل الماضية لمحمد كويدير والتسجيل الرائع. والهلال بصفة عامة قدم موسما رائعا بكل المقاييس. نتمنى أن يحافظ على المستوى وأن يتقدم خطوات أفضل للأمام وأن يكون رائعا كما عهدناه. مثل روعة هذه الرمية الثلاثية والأروع والرائع جايسون أبو زواير. المدرب سعيد شاكير أحرز البطولة الأولى، والمدرب المصري عماد الدين محمود يحمل اللواء في هذا الموسم بعد سنوات عديدة ويحقق البطولة الثانية، البطولة الغالية للكتيبة الأهلوية، البطولة الغالية للجمهور الأهلاوي ولنادي الأهلي العريق. إذا حظ أوفر لفريق الهلال نقولها من القلب، لأن الهلال كان فاكهة رائعة في هذه البطولة، كان فريقا أضاع دور الدرجة الأولى بمستوياته الفنية الرائعة. شكرا للهلال، ألف مبروك، بحق يستحق هذا المدرب عماد الدين محمود بأن يحمل على الأعناق. بالفعل قدم جهدا، صبر كثيرا. الأهلي بعد أن تصدر عن جدارة واستحقاق المرحلة التمهيدية، تصدر الأهلي المرحلة التمهيدية بعد أن خاض 14 مباراة، تفوق في 12 مباراة، خسر مباراتين فقط.
سجل 1074 نقطة، استقبلت سلة الفريق 939 نقطة، سجل 26 نقطة ليتربع على صدارة الدوري التمهيدي. الأهلي بعد هذه الصدارة وصل إلى الدور النهائي في مجموعة التتويج، ونجح في أن يكون ب3 نقاط وحافظ على بقائه بالصدارة رغم إخفاقه وتراجعه في مرحلة الذهاب. سجل انتصارين ثمينين في هذه المرحلة. مرة الإياب كان كافيتين لإحراز اللقب الثاني في تاريخ الأهلي العريق. إذا ألف مبروك من القلب نقولها للأهلي، وحظ أوفر مبروك نقولها لفريق الهلال العريق ولبقية الفرق العريقة التي شاركت في هذا النهائي. ما زالت لدينا جولة، ما زالت لدينا إثارة، وحتى نلتقي بكم في مباريات الغد. لكم مني علي العبار ومن كافة طاقم العمل بقيادة المخرج محمد حفتر كل التحية، وإلى اللقاء في مباراة رياضية قادمة وروعة سلوية متميزة عبر شاشتكم الذهبية ليبيا الرياضي. سامدك طرف لاعب جزن يرد في حل الطول ديالو في هذا اللاعب رقم 8 لاعب جزن متر و94 سنتيمتر. محاولة ضائعة، ضاعت المحاولة على اللوجلي الله أحمد لوجلي. المحاولة ممتازة، المرور لقطة فنية ولا أروع، والمحاولة ذكية والتسجيل رائع رائع رائع. شوف تفاعل الجمهور يعشق اللقطات الفنية، يعشق الروائع، والروائع تصدر من مثل هذا الرائع. لاعب رائع بكل ما تحمل المقاييس، اللاعب بكل المقاييس، اللاعب محمد كويدير نقل الكرة باتجاه جيسون أبو زواي، جيسون باتجاه خالد الدرسي، رمية ثلاثية يصوب ويصور ويسجل. ماذا أقول وبماذا أعبر؟ رمية ثلاثية سحرية من يد ذهبية للاعب فنان يقهر المستحيل ويعزف أجمل الألحان. خالد الدرسي عند مصلحة الأهلي. جيسون أبو زواي، جيسون حاول الدخول، يمر ويسجل. ولا أروع، لقطة جنونية من لاعب رائع بكل المقاييس، اللاعب جيسون أبو زواي. وقذة كالنسر نيجيري قذة على الحلقة بطريقة الدنك، يسجل ويمتع في هذه اللقطة جيسون أبو زواي. هذه البطولة المتميزة جمهور نادي الأهلي ببنغازي. ولا ننسى كل الأندية التي شاركت في هذه البطولة. والآن المستحق للكاس سيقدم الأستاذ عمر الطاهر برشوشي كاس البطولة لفريق الأهلي ببنغازي المستحق لهذه البطولة. رئيس الفريق يتفضل لاستلام هذه الكأس اللاعب أسامة كويدير. ألف مبروك لفريق الأهلي ببنغازي ومزيدا من التألق والإبداع. لهم هذه الكأس. إذا أسامة كويدير بعد أن استلم كأس الدوري يستلم الآن كأس مسابقة الفتح العظيم لكرة السلة. ألف مبروك لفريق الأهلي. ألف الآن تقليد ألف مبروك إذن لفريق الأهلي بنغازي، وحد أوفر لبقية الفرق، وكل سنة والجميع بخير، وألف مبروك مرة ثانية بالثلاثية لفريق الأهلي ببنغازي.